ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ النهاردة ان شاء الله هعمل معاكم قرص كده سهلة وبسيطة، ومش هقولك هنحتاج لبن او هنحتاج زبادي مثلا عشان نعجنها، لا، كل مكوناتها سهلة وبسيطة ومفيهاش اي حاجة، وزي ما انتم شايفين كده طرية طراوة غير طبيعية. قرص النهاردة انا حاشياها القرفة والسكر. القرفة والسكر من الحشوات المفضلة عندي، بحبها قوي. فالنهاردة هعملها معاكم بمنتهى السهولة، وطبعا انتوا شايفين طراوة القرصة نفسها. وعاوزة اقول لكم حتى لو باتت لتاني يوم فهي طعمها بيبقى خطير. زي ما قلت لكم مكوناتها كلها موجودة في البيت، ويلا نسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام ونبدأ على طول. ولو بتشوفيني لأول مرة متنسيش تشتركي في القناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد، وتحطي لي لايك للفيديو. اول حاجه جبت كوبايه كبيره من الميه الدافيه زي ما انتم ما شايفين، حطيت عليها باكت من الخميره ومعلقتين 3 من السكر. دوبت كل ده مع بعض وغطيتهم وسبتهم على جنب لحد ما اتاكد ان الخميره بتاعتي شغاله. هنا في بوله حطيت كيلو من الدقيق زي ما انتم ما شايفين، برضو عليه معلقتين او 3 معالق من السكر، عليه نص معلقه كده زي ما انتم ما شايفين من الملح، عليه معلقتين كبار او معلقه كبيره من اللبن البودر. اللبن البودر في الخطوة دي اختياري جدا. طب انا ما عنديش مثلا لبن بودر، بس عندي شوية لبن رايب كده موجودين في الفريزر، ممكن اطلعهم اعجن بيهم، ممكن جدا. هتخلي معاكي القرص طرية وهشة اكتر كمان. وبعد كده هتحطي معلقة صغيرة بس مليانة من البيكنج باودر، وهتحطي بعد كده خليط الخميرة اللي احنا عملناه مع بعضنا. خليط الخميرة ده حطيته. طب انا اتأكدت ازاي ان الخميرة شغالة معايا؟ الخميرة شغالة معايا ان هي عملت الفوم وملت بقية الكوباية زي ما انتي ما شايفة. بعد كده حطيت معلقة الخل، ومعلقة الخل بالنسبة للعجين زي محسن للعجين. وحطيت رشة من الفانيليا، ورشة من الفانيليا السايلة أو البودر، دي بتنقل العجينة في حتة تانية خالص. ابتديت ان انا اعجن كده زي ما انتم ما شايفين. لقيت ان العجينه محتاجه ميه معايا، بزود تدريجيا ميه فتره. ميه فتره كده زي بدمع العين. بدات ان انا ازود تدريجيا الميه واعجن بايدي. لو حسيت ان العجينه ناشفه معايا او لسه الدقيق ما اتجمعش معايا في كتله واحده زي ما هتشوفوا معايا، يبقى كده العجينه لسه محتاجه ميه. العجين سهل جدا ومفهوش اي حاجه. لو انت خايفه واول مره مثلا تشتغلي في العجين، سهل جدا ومفهوش اي حاجه، بس اهم حاجه انك تنزلي بالميه تدريجيا. أول العجينة كلها ما اتشكلت معايا واتكونت معايا كتلة واحدة كده، قمت نازلة يعني ب3 معالق من الزيت، 4 معالق كده من الزيت. مش هقولك زبدة، مش هقولك سمنة، هو الزيت العادي بتاع التموين بتاعنا. بدأت إن أنا أعجن في العجينة كويس جدا. طبعا العجينة ما شاء الله عليها طرية جدا جدا زي ما انتم ما شايفين. يعني بكل سهولة ممكن تعجني فيها. بس أهم حاجة علشان تاخدي عجينة كويسة إنك تعجني فيها كويس جدا لحد ما تنعم معاكي وتبقى بالشكل اللي انت شايفاه ده. حطيت نقطة زيت في البولة بقى، وبعد كده قمت حاطة العجينة وغطيتها كده بكيس يكون نضيف، وبعد كده غطيتها في فوطة برضه مطبخ نضيف. هنا بقى هنحضر مع بعض الحشوة، وهي عبارة عن 3 4 معالق على حسب طبعا الكمية اللي انت هتعمليها من العجينة. 3 4 معالق كبار من السكر البني، السكر العادي بتاع التموين، وعليهم معلقة كبيرة من القرفة، وعليهم ظرف من الفانيليا. تقلبي كل ده مع بعض كويس جدا. وكده في طبق تاني هنحط شوية من السمسم زي ما هتشوفوا معايا. بس لو وصلتي بقى معايا لحد هنا، ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي الجرس علشان يوصلك كل جديد. وفي الطبق التاني هحط معلقة كبيرة من العسل، وهخففها زي بربع كوباية أو من المية أو 3 4 معالق كده من المية زي ما هتشوفوا معايا. المهم من الخطوة دي إن العسل معانا القوام بتاعه يكون خفيف. وبكده نكون جهزنا كل حاجة. جهزنا السمسم وجهزنا الحشوة اللي هي عبارة عن قرفة وسكر وظرف واحد من الفانيليا. وكده بكده يكون كله جاهز معانا. وده القوام المطلوب للعسل. ودلوقتي هتشوفوا احنا هنعمل بيه. لحد كده اسهل من كده مفيش، كل حاجة سهلة جدا. والعجينة بتاعتنا سهلة جدا. هنا العجينة طبعا سبتها تختمر. طب هتاخد قد ايه عشان تخمر في الجو اللي احنا فيه ده؟ ممكن من ساعة لساعة ونص. طيب مثلا اسرع طريقة ان انا اخمر بيها العجينة ايه؟ ان انت تدفي الفرن يا دوبك تشغليه دقيقتين 3، او تشغلي الشواية لوحدها دقيقتين 3، الفرن بس يبقى دافي كده، وتحطي جوه العجينة زي ما هي برضو مغطية. طبعا تطفي الفرن وبعد كده تحطي العجينة. يعني أقل كده من ساعة هتلاقيها اختمرت وراحت معاكي بالشكل ده. بدأت إن أنا أنزل عجينة زي ما انتوا شفتوا، وأقرصها تقريصة صغيرة كده، يعني قد الليمون القضلية. عارفين الليمون القضلية اللي هي الليمونة الكبيرة دي؟ قدها بالظبط. وغطيتها، ولازما أهم حاجة إن انتوا تغطوها. أول قرصة بدأت إن انتي تقرصيها وتعمليها تكوني حافظاها علشان هي دي أول واحدة هتبتدي فيها. طبعا هتكون أخدت حقها في التخمير، أو إن هي ترتاح براحتها. طبعا بعد ما نقرص هتسيبيها اللي هي ترتاح لمدة برضو نص ساعة،
أو ربع ساعة أقل حاجة. لازمًا مرحلة التخمير دي عشان في الآخر تطلّع معاكِ قرصة هشة جدًا وطرية وبتبقى طعمها تحفة. ابتديت إن أنا آخد القرصة زي ما انتم ما شايفين، بافتحها كده فتحة يعني بابططها حاجات بسيطة، باخد معلقة من الحشوة باحطها، باحاول إن أنا ما اجيبش الحشوة على الجناب، وأقوم مقفلة بالراحة واحطها في العسل واحطها في السمسم، وأبقى كده خلصت. خلصي الكمية بتاعتك بالشكل ده، وبرده بعد ما تخلصي تقومي عاطياها كده تبطيطة بسيطة، إن انتي بس تبططيها كده حاجات بسيطة خالص. وبرضه هتسيبيها ترتاح، هتسيبيها ترتاح لمدة 10 دقايق. في اللحظة اللي انتي بتريحيها فيها تكوني مشغلة الفرن على أعلى درجة حرارة، علشان لازما القرص تدخل على فرن سخن جدا. هتدخل الفرن على أعلى درجة حرارة زي ما قلتلكم علشان تطلع بالجمال اللي انتوا شايفينه ده. طب دهنتي الصينية حاجة؟ دهنت الصينية كده دهنة بسيطة خالص من الزيت، بحيث ان هي تكون مادة عازلة والقرص بتاعتي ما تلزقش. أسهل من كده مش هتلاقي، عجينة سهلة وبسيطة مش بتحتاجي فيها لبن، بس لو عندك اللبن طبعا حطي عشان تاخدي علشان تاخدي أفضل طعم. حشوتها بسيطة جدًا، ممكن حشوة تانية ممكن تحشي سكر وجوزة الهند بتبقى تحفة، بيبقى طعمها خطير. القرص من غير أصلًا لبن، يعني أنا عاجناها معاكم من غير لبن طرية جدًا، وحتى لتاني يوم كانت طرية في منتهى الطراوة. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ويا رب المعلومة تكون وصلتكم، يا رب أكون قدرت أوصل لكم المعلومة بمنتهى السهولة. وإن شاء الله الفيديو يعجبكم وتجربوا الوصفة وتكتبوا لي في الكومنتات وتقولوا لي رأيكم في الكومنتات، وأهم حاجة الاشتراك واللايك للفيديو عشان يوصل لكم كل جديد، ودعمكم ليا بيفرق معايا جدا. مع ألف سلامة وأشوفكم على خير إن شاء الله في الفيديو الجاي.